استاذه انجي احنا متاسفين قوي لو دخلنا على حضرتك في وقت مش مناسب. في ايه بجد؟ وده يا جماعه اخر ظهور لعدنان بيك. النهارده توفى المكير محمد عبد الحميد، وهو يبقى والد الممثل احمد عبد الحميد وآية عبد الحميد. مبسوطه جدا جدا ان بدات اشوف محمد سلام في عروض خاصه، وقبلها برضو كان في ندوه الورد وشوكولاته مع محمد فراج. بسمة بوسيل قالت ان هي هتقاضي عرافه قالت عليها ان هي عامله عمل لتامر حسني بالمرض، وكاظم اللي في الدادا دودي اتجوز. اثبت بقى الجدل اللي بيحصل على فيلم ام كلثوم، فمسلسل ام كلثوم لصابرين هيجي على القناه الاولى من يوم السبت. كمان مسلسل فارس بلا جواد للاستاذ محمد صبحي هيتذاع من اول يناير. ليليا البحيري بقى بتوجه كلامها للبت الكهينه اللي اتكلمت على الاستاذ محمد صبحي، بتقول لها انت مين يا حشر عشان تتكلمي كده على الاستاذ محمد صبحي. ياسمين الخطيب بقى بتقول لها لماذا يهتم الناس براي امراه تظن ان تمام اكرام الزوج يكون باعطائه نص فرخ، وصفتها انها امراه بعقل فرخ، ولو كشفنا عليها هنلاقي الجمجمه فاضيه. اما عمرو واكد بقى فطلع قال عليها ان هي قبلت تقول كده على الاستاذ محمد صبحي علشان خدت بالريالات من الشيخ. قال وقت ما محمد صبحي كان بيحقق نجاحات كانت المراه اصلا ممنوع ان هي تطلع في بلد قناه العربيه. تخيلوا ان في ناس مصدقه ان غادة عبد الرازق ارتبطت بمصطفى ابو سريع، ما كان باين ان هم بيهزروا.